تريد تعرف كيف تهرب الأسلحة إلى صنعاء؟ مم. أنا يمكن أقول لك. أنا أحب أول مرة هذه، الأول مرة هذه أنا أحبها. تهرب الأسلحة عن طريق ميناء عدن إلى الحوثيين، هذا كلام مؤكد. وتدفع مبالغ لكل نقطة. أول شيء يدفع مبالغ بالدولار لميناء عدن، ومن هم في القاهرة يعرفوا لمن تدفع هذه المبالغ. وتدفع مبالغ لكل، يعني أنت عندك أي كونتينر، وهذا كلام شخص وازن في اليمن. أنا عندي أصدقاء كثيرين. تستطيع أن تهرب أي كونتينر من اسطنبول، المكان الذي نحن فيه الآن، إلى صنعاء، لكن كل شيء بثمنه، واليمنيين يعرفوا هذه الحقيقة. وأكد لك أخوي أسامة بأنه لم يتم تهريب من الحدود العمانية إلى صنعاء. كيف تستطيع أن تهرب شاحنة ثقيلة فيها أسلحة لأكثر من 1500 كيلو بنفس السيستم اللي ذكرته أنت من عدن إلى صنعاء تقريبا 500 كيلو، نفس السيستم اللي هو مهربين وفلوس ورشاوى والدولار وشبكة مهربين. ممكن هالشبكة هذه تكون من عدن إلى صنعاء، وممكن تكون من صرفيت إلى صنعاء. على الإطلاق، على الإطلاق. أولا منفذ صرفيت ليس منفذ للشحنات التجارية، هو منفذ، هو فقط منفذ إنساني غير مؤهل جمركيا لهذه الشاحنات. أقصد الحدود إجمالا، الحدود ما فيه. تأكد، أنا أقول لك، أنا لو في بقول لك فيه. لماذا هذا السيناريو ما يكونش أيضا زين؟ أنا بطرح السؤال، يعني أعكس السؤال. ليش أنا أروح 1500 سنة إذا كان المجال مفتوح في 500 كيلو؟ ليش أروح في طريق وعر وفيه أكثر من 50-40 نقطة من الحدود العمانية جبلية وعرة؟ ليش أنا ما أخذ الطريق الأسهل؟ ما أنا هنا بدفع وهنا بدفع. إذا أمنا جدلا بما طرحت 500 كيلو من ميناء عدن إلى صنعاء، ليش أنا أروح 1500 كيلو؟ ما هنا أنا بدفع وهنا أنا بدفع. بالتالي أؤكد لك من كلام يمنيين، من كلام عمانيين أيضا، لأنه تم الاتهام ليس من قبل اليمنيين، من قبل التحالف، وهذا كلام مسؤول عماني. تم التواصل مع الجانب العماني من قبل التحالف بأن هناك شحنات تهريب من الحدود العمانية إلى صنعاء. إيش كان رد العمانيين؟ قالوا أوكي، ما عندنا مشكلة، خبرونا متى وقت إذا عندكم معلومات. قالوا عندنا معلومات. قالوا خبرونا متى عندكم هذه المعلومة مؤكدة، وبنعمل فريق مشترك، يمنيين وتحالف وعمانيين، وبنروح بنمسكهم هذول، أو يعني بنعمل كمين. ما حد تواصل. بالتالي أؤكد لك اللي هذه التقارير الأممية، أؤكد لك يعني الشحنات التي تم تهريبها إن كانت هناك، أنا لست مطلع، لكن الشحنات التي تم تهريبها ويتم تهريبها حتى اليوم إلى صنعاء عن طريق ميناء عدن، وهناك آلاف من الدولارات تدفع، وتأتي هذه الكونتينرات مشمعة، لا تفتح في ميناء عدن، تفتح في صنعاء.